اهلا ومرحبا حبايبي، يا رب ان شاء الله الكل بخير. اذا كنتوا جداد بالقناة لا تنسون الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس، عمل لايك، شير للفيديو. طبعا ادروني اذا على الصوت، بس بعدني مريضة، بس اذا احب انه اظل اتواصل وياكم، فلهذا حقرر انه اسوي فيديوهات سريعة ومو كلش عميقة، لكن حجاوب على اسئلة هواية كلش هواية توصلني بالرسائل. اليوم السؤال حيكون للأشخاص المنفصلين صار لهم فترة طويلة أو حتى ماكسيموم أو أقل مدة 6 أشهر، فلأنه يعرفون هل أنتظر هذا الشخص أم أمشي بحياتي. أحيانا لازم في فترة ما أنه إحنا نترك هذا الشخص ونتوجه إلى اتجاه آخر، لأن هذا الشخص عنده مشاكل أو أنه ما يقدر يكون مرتبط ويانا بهاي الفترة أو إلى آخره. فبهذا الفيديو راح نكتشف أو نجاوب على هذا السؤال. هذا السؤال طبعا أحيانا صعب ونحتاج أنه نقرر هل أبقى أنتظر أم لا. مرات أنه لا، لازم أظل أنتظر. على العموم راح نشوفه بهذا الفيديو. عندك 3 خيارات: البينك أو الوردي، الأزرق أو البلو، والجرين. حاولوا تضمرون النية على شخص ما وسألوا السؤال: هل لازم أنتظر أم إنه أكمل في طريقي؟ طبعا طاقة هذا الفيديو حتكون شهرين من وقت مشاهدة الفيديو، شهرين من وقت مشاهدة الفيديو. وتقدرون ترجعون خلال فترة ثانية، مثلا بعد 6 أشهر أو 3 ممكن تختارون لون آخر أو اختيار آخر، هاي لأنه الطاقة تتغير. لكن بشكل عام طاقة الفيديو حتكون شهرين من وقت مشاهدة الفيديو. راح أبدي بالخيار الأول اللي هو البينك، ونشوف هل أنتظر هذا الشخص اللي أفكر به أم أمشي حاليا في طريقي. طاقة شهرين. للقراءة الأولى طلعت لي هاي الكارتات. كارتات تقول انتظر. الكارتات هاي تقول انتظر. اختاروا الخيار البينك أو الوردي، انتظر. الإجابة لكم انتظر. لكن خلال فترة الانتظار أوكي، حاول أنه تفتح عقلك وقلبك عن طريق أنه تكونون صريحين ويا أنفسكم، تواجهون أنفسكم بالأخطاء بالمشاكل، تكونون صادقين 100% بينكم ونفسكم. بحد هذا الوقت أنتم قاعدين تنتظرون به يكون وقت شفاء أو الهيلينج، اللي هو أقعد بيني وبين نفسي، أقرر أشوف شنو الأخطاء صارت، شنو الإيجابيات اللي عندي، شنو السلبيات اللي عندي، وأشتغل عليها. إذا أكو أمور من الماضي جرحتني، خدشت مشاعري، أذتني، أحاول أنه أشتغل عليها، أحاول أنه أسوي هيلينج، أسوي شفاء. هذا كله عن طريق أنه أكون صادقة. ماكو داعي واحد أنه يكون عنيد. فهنا القراءة الأولى يقول لكم انتظروا. خلال فترة الانتظار تكون هاي بمثابة الشفاء لكم أو الهيلينج، عن طريق تكونون صادقين صريحين. إذا تحبون سووا عندكم مثل المدونة الصغيرة، أو حطوا دفتر يمكم قبل ما تنامون بالليل، كتبون الأشياء السلبية بيكم، الأشياء الإيجابية، لكن تكونون صادقين 100%. إنه أنا فعلا أحس إنه أنا مثلا عندي مشكلة إنه عنيدة جدا، ما اخذ وانطي في اراء الاخرين، رايي مثلا بصعوبه انه اني اغير رايي، دائما اشوف نفسي انه اني محقه او الى اخره. حتى خلال هاي فتره الانتظار توصلون الى مرحله التفتح الذهني، تعرفون انتم اخطائكم، تفتهمون. بحيث هي فتره انتظار وفتره في نفس الوقت اصلاحيه لكم انتم من الداخل، لكم قبل حتى من ترجعون انتم مع بعض او يرجع لكم هذا الشخص، تكون الفاونديشن او قاعده العلاقه تكون صحيحه 100%. الابراج اللي اشوفها هنا عندي برج الحوت، برج الدلو والميزان. اوكي، موفقين على القراءه الاولى. هسه ابدي القراءه الثانيه اللي هي البلو او الازرق. هذا اوكي. هل انتظر؟
القراءة الثانية نعم يقول انتظر، لكن بنفس الوقت انتم تنتظرون لكن تحسون انه الطريق غير واضح. مون اكو وايد من الاشياء مخفية. متى تعرفون حقائق هذا الشخص؟ ممكن هذا الشخص مختفي عنكم، مختفي عن السوشيال ميديا، مخبي كل اموره. متى تعرفون 100% عنه او عن حياته العاطفية، عن كل شيء دي يمر به، او لكن هنا دا يقول لكم انتظروا. على الاغلب في علاقة توأم شعلة على الاغلب، او سول ميت. انتم انتظروا لان هذا الشخص هم يفكر بيكم وانتم تفكرون بيه. فهنا النصيحة لكم انه تنتظرون، حتى لو شوي تشوفون انه اكو نوع من الغموض او اكو نوع من عدم الادراك 100% بالامور اللي حتصير بالمستقبل، لكن هنا كارت لكم النصيحة انتظروا، وان شاء الله حتكون النهاية جيدة بيناتكم. طلع الفور اوف واند اللي هي زواج، اللي هي اسرة، اللي هي بيت، اللي هي خطوبة الى اخره. اوكي، شوية الموضوع راح ياخذ وقت. ممكن انتوا قاعدين تتعاملون مع احد الابراج الترابية، هي عذراء الجدي الثور، او ممكن النارية، يعني اشوف نارية لكن الترابية بقوة، ودا اشوف برج الحوت. اوكي، فانا يقول لكم انتظروا، يمكن انتم بدأ تشوفون الامور على حقيقتها 100%. يطلع لكم كارت المون او القمر، اكو اشياء غير واضحة، لكن هنا كارت النصيحة لكم انتظروا. طبعا هذا مو معناته تنتظرون مدى الحياة، مثلا هاي القراءة مدتها خلال شهرين، فخلال هاي الشهرين حاولوا انه تنطون مجال من الانتظار، وحاولوا نفس وقت الانتظار انه لا تشغلون بالكم تفكيركم بمعرفة كل الامور او تفاصيل كل الامور. حاولوا انه يكون تركيزكم اكثر على شغلكم، على عملكم، على دراستكم مثلا تشتغلون. حاولوا انه تضيعون الوقت مال التفكير مالتكم، او الادمان على التفكير، الادمان على معرفة ايش حيصير باكر وليش اكثر على شغلكم، على الاشياء اللي هي العملية اللي تناسبكم وتنجحكم بحياتكم، اذا كانت الحياة العملية او الحياة الدراسية. اوكي حبايبي، اتمنى لكم التوفيق هنا القراءة الثانية. ومثل ما ذكرت سابقا، طاقة القراءة حتكون شهرين من وقت مشاهدة الفيديو. هسه القراءة الثالثة الجرين او الاخضر، ما اعرف اني اختاريت هذا الكلر بالبداية او لا، المهم هي حتكون قراءة نمبر 3، لان يعني بصراحة ضاعت علي، ما اعرف اني اختاريت هذا الكلر او لا. اتصور ايه الاخضر هسه. المهم هاي القراءة نمبر 3. هل انتظر؟ الآن القرار بإيدكم، لأن طالع عندكم الماجيشن. انتوا حاليا في وضع كلش جيد، يعني عندكم كل التولز أو المعدات على مختلف الأصعدة في حياتكم، وعندكم مثلا المعرفة، عندكم القدرة، عندكم الثقافة، عندكم المال، عندكم الصحة إلى آخره، يقدرون إنه تحققون أي شيء أنتم في حياتكم تريدوه. فهنا القرار بإيدكم، إذا هل أنتظر أم أمشي. القراءة الثالثة طلع إنه القرار بإيدكم، أنتوا تحققون، يعني أنتوا الماجيشن. لكن حتكون عندكم عودة لشخص من الماضي، أكيد 100%. عندكم عودة لشخص من الماضي، صار بيناتكم انفصال نتيجة لطرف ثالث، أي كان الطرف الثالث، شريك أو أهل أو أصدقاء أو سفر مثلا فصل بيناتكم إلى آخره. عندكم عودة، وعندكم بداية أيضا مع شخص جديد، فتبقى أنتوا يمكم القرار. فإذا تريدون تبقون تنتظرون هذا الشخص من الماضي فهو راجع لكم،
واذا تريدون انتم شخص جديد فاكو شخص جديد ايضا راح يدخل في حياتكم، فهنا القرار لكم، يعني انتم الماجيشن. هاي طلع اكثر من كارت، القرار بيدكم انتم الماجيشن مع هذا الكارت. حيصير عندكم اوبشنين او خيارين بشخص جديد او شخص من الماضي راح يرجع لكم، فيبقى لكم انتم القرار. او ممكن انتم اوريدي حاليا تعرفتوا على شخص اخر، لان اوريدي دا اشوف اني اكو اثنين، فممكن انتم يعني في الوقت الحاضر اكو شخص جديد دخل حياتكم، فلهذا طلعت لكم بداية جديدة. بس دا اشوف انه عندكم عودة لشخص من الماضي، فيبقى القرار لكم انتم. تريدون تنتظرون هذا الشخص من الماضي، او تريدون انه انتم تبدون حياة جديدة مع شخص جديد. المهم حاليا طاقة القدر او عجلة الحظ في طريقكم، فإن كان القرار راح تتخذوه يعني راح يكون ان شاء الله في صالحكم، لان طاقة الحظ او القدر في طريقكم. الابراج اللي نشوفها العذراء، الاسد، الميزان، والدلو. والطاقات اشوف المائية، الهوائية، والنارية، والترابية، تقريبا الطاقات كلها. اوكي حبايبي، موفقين، اتمنى لكم الخير، اشوفكم على خير، شكرا جزيلا.